السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اهلا بيكم معايا بقى وفيديو جديد. معلش اتأخرت عليكم شوية، بس والله غصب عني، انتوا عارفين ان انا بشتغل وطبعا شغلي بياخد وقت كتير مني، فحقكم عليا. بس ان شاء الله ان شاء الله الفترة الجاية هتلاقوني معاكم على طول. لو بقى ما انتوا طبعا حبايبي واخواتي واغلى ناس على قلبي، ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو انتي اخت جديدة واول مرة تشوفيني، انا معاكي ايمان ابو هيبة، مستنياكي بقى تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. انا طبعا بحبكم في الله ووحشتوني جدا جدا. والفيديو بتاعنا النهارده روتين، يا رب يا رب يا رب يعجبكم. انا طبعا ما استغناش عنكم ابدا 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 في حياتي. ده روتيني بعد ما النهارده بصراحه، ده اليوم النهارده روحت الشقه لقيتها اوضه البنات متبهدله جدا جدا ومحتاجه تتنضف، فنضفتها وكنت جايبه دفايات جديده فرشتها لهم، وغيرت الدفايات القديمه وحطيتها اتنضفت. ومسحت الشقة كده، مش الشقة، الأوضة بتاعت البنات كده، ورحت كنساها. ورحت بقى ملمعه بقيه الشقه ومنضفاها. بس اكتر حاجه تعبتني النهارده هو اوضه البنات. طبعا انتوا عارفين بيلعبوا فيها وانا عامله لهم فيها مساحه كبيره للعب، فكانت بصراحه متبهدله جدا جدا، وانا كنت مقصره فيها اليومين اللي فاتوا. المهم ان انا كنت شاريه الدفايات اللي انتوا شفتوها دي من رنين، كان عامل عليها عرض ال اللهم صل على سيدنا محمد. الواحدة ب75 من 100، فاشتريت الاتنين ب150، وقلت ان شاء الله هشتري لهم اتنين تانيين، لاني كنت بفرش لهم الدفايات بتاعت مش متناسقة او مش زي بعض. طبعا نبتدي الاول بقى نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب يا رب كده ربنا يسعدكم ويفرحكم دايما يا رب، ودايما محققين كل اللي بتتمنوه بفضل الله. الاستغفار والذكر الله والصلاة على سيدنا محمد واحنا شغالين بتهون علينا حاجات كتير. يعني انا النهارده نزلت روحت الشغل، مع ان كان حصل لي ظرف كده الصبح ما كنتش قادره انزل، بس اضطريت ان انا انزل. ورجعت من الشغل لقيت يعني اوضه البنات متبهدله اكتر ما هي متبهدله. فدخلت بقى كده نظفتها وشغلت الغساله على الدفايات اللي انا كنت فرشاها على سريرهم. وكان عندي اكل بصراحه، واللي شجعني ان انا كان عندي اكل من قبلها بيوم. بس وقفت كده. كنت جايبه عيش زي ما انتم شايفين بلدي، واحنا بنحبه محمص، فقطعته ودخلته الفرن، وقلت اعمل شويه بتنجان مخلل وشويه ملوخيه جنب الباميه. بقى كنت عامله دقيق باميه امبارح زي ما بيقولوا كده تستاهل بقكم باللحمه، كان فاضل منها طبق. عملت شويه ملوخيه، وكان عندي شويه رز ابيض سخنتهم وكلنا، وكان الحمد لله الاكل زي الفل. الاكل والله مش بكتره، بالعكس والله الحاجه كانت في منتهى الجمال وطعمها كان حلو قوي. وكلنا وشبعنا. انا مش كل يوم لازم اعمل لحوم، مش كل يوم لازم طبيخ جديد، انا بس زودت اللي زودته الملوخيه. والملوخيه اللي انا بعملها النهارده من التفريزات اللي انا مفرزاها، والفيديو الجاي هوريكم انا بفرز الملوخيه ازاي، وهتشوفوها النهارده هي خضره وزي الفريش بالظبط ازاي. انا بس عايزاكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير والكومنتات الحلوه بتاعتكم. القناه بتكبر بيكم بفضل الله، طبعا بعد فضل ربنا عليا. محتاجاكم جدا ومحتاجه دعمكم الفتره اللي فاتت. اللايك بيرفع الفيديو بيوصله لاكبر عدد من الناس، الكومنت الحلو بيبين قد ايه القناه فيها تفاعل. فاتمنى منكم دايما ان انتوا تبقوا بفضل الله موجودين معايا دايما. هنا انا كنت بحضر بقى، انا حطيت البتنجان على النار يتقلي، حطيت فلفل احمر وفلفل اخضر وحطيت توم، حطيت طماطمتين، حطيت شويه خل وشويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره، بس كده. دي الخلطه اللي انا هحشي بيها او هخلل بيها البتنجان بتاعنا. اللي ما جربش يا جماعه البتنجان الابيض في التخليل فايته كتير، صراحه بيبقى طعمه يجنن يجنن يجنن. من الحاجات الحلوه بجد، يعني من الحاجات اللي طعمها يجنن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا المدارس ابتدت، انا بصراحه لسه ما وديتش بنتي. الجو عمال يبرد ويسخن وشويه عفار وشويه مطر، فانا بصراحه ما نزلتهاش الاسبوع اللي فات، وبفضل الله كده ناويه ان انا انزلها الاسبوع الجاي ان شاء الله. الدراسه شيء بقى متعب قوي قوي. يعني انا شايفه ان الاولاد بيتعبوا قوي قوي اليومين دول. انا نفسي مش عارفه، هو انا اللي ما بقيتش فاهمه البنات؟ آم، ال 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 انا نسيت التعليم، بالعكس والله هو الجمع اللي احنا كنا بناخده هو الطرح اللي احنا بناخده. انا بنتي اللهم بارك في برايمري 2. بس انا حاسه ان انا الكلام ده ما خدتوش قبل كده. فالله يكون في عوننا كلنا ويكون في عون اولادنا ويعينهم على التعليم والدراسه، وربنا يوفق الجميع يا رب.
انا كده اهو بخلي البتنجان زي ما انتوا شايفينه. انا بس عايزه اعرف بقى في الكومنتات كده تكلموني عاملين ايه في الدراسه، مين نزل اولاده ومين ما نزلهمش. الستات اللي بتشتغل اللي زي حالي كده، احنا متكحرتين قوي يا جماعه، والله متكحرتين ما بين البيت ومذاكره الاولاد والشغل والبيت والطبيخ والتنظيف. بصراحه الله يعيننا كلنا ويعين كل واحد على وقته وعلى حاله. النهارده اللي نفعني والله ان انا نظفت اوضه البنات ورحت مسحه كده او الشقه، من حوالين السجاد وحوالين مشايات اوض النوم. ان انا كان عندي اكل من قبلها بيوم، يا دوبك هو البتنجان المخلل والملوخيه اللي عملتها مش اكتر من كده، طلعتها من الفريزر وسبتها تفك، ورحت عاملاها على طول. عايزه اقول لكم ان تفريز الخضار وتجهيزه وتجهيز اللحوم في التلاجة متبله او الدواجن بصراحه بيوفر كتير جدا، سواء بقى ست بتشتغل او ما بتشتغلش. احنا كلنا دلوقتي ربنا يعيننا على وقتنا، عندنا اولاد في المدارس ربنا يبارك فيهم يا رب ويجازيهم على قد تعبهم وعلى قد مجهودنا احنا كمان وشقانا عليهم. وفي نفس الوقت بنبقى عندنا بيت عايز يتنظف وعندنا احنا نفسنا محتاجين نهتم بنفسنا، احنا نفسنا محتاجين ساعة لينا. فان انا بقى احضر في الخضار بتاعي يكون جاهز ومتفرز طالع اشتغل بيه على طول. الفراخ بتاعتي متبله تطلع على السلقه او على ان هي تخش صينيه روستو او انها تتشوي على طول، ده حاجه كويسه جدا. يا جماعه لازم نتعب يومين 3 اول الشهر، بس ده هيريحنا كتير جدا جدا، سواء كنا ستات بتشتغل او ربات بيوت، ده بيفرق جدا 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 معانا. الفيديو الجاي ان شاء الله فيه باقي تفريزات، هيبقى فيه باقي تفريزات حلوه قوي. واللي بعده برضو انا الفتره اللي جايه هعمل كل يوم حاجه. بصراحه انا مش هتعب نفسي، انا مفرزه خضار ومنضفه فراخي ومتبلاها ولحومي ومتبلاها. هبتدي بقى ان انا اشتغل اليومين الجايين، ان انا مثلا في فيديوهات هتلاقوا فيها حاجات حلوه قوي، الحاجات الناقص اللي في البيت، الحاجات اللي بنجيبها من بره وبنستخدمها في رمضان او غير رمضان بمبالغ كبيره، هتلاقونا الفتره الجايه عامله لها فيديوهات حلوه قوي ان شاء الله. مش هاخر عليكم تاني، بس مش محتاجه منكم غير دعوه حلوه، ومش محتاجه منكم اكتر من ان انتوا الدعم بلايك. يبقى كتر الف خيركم يا جماعه، اللايك بيرفع الفيديو. الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو. انا هنا بحب ابشر جزرايه كده على البتنجان بتاعي بعد ما بخلله. البتنجان بتخلي البتنجان كده الخلطه بتاعته او الدقه بتاعته حلوه قوي، وطعم الجزر كده بياخد من التتبيله، فبيبقى طعمه في منتهى الجمال بصراحه، حاجه حلوه جدا جدا. انا هنا اهو خلصت كده البتنجان بتاعي زي ما انتم شايفين. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، انا عايزه اقول لكم طبق البتنجان ده جنب اي اكل بايت بقى بقاله يومين 3 اسبوع بيحل اي حاجه. ربنا يا رب يحلي ايامكم ويحسن ما بين ايديكم ويجعل دايما الخير بين ايديكم يا رب. هنا بقى حطيت الرز الابيض ورحت غرفه بقى الملوخيه. بصوا الملوخيه بتاعتي تقيله ازاي يا بنات، بصوا دي الملوخيه اللي انا مفرزاها، وهتلاقوها في الفيديوهات الجايه باذن الله انا بفرزها ازاي. بصوا لونها اخضر ازاي زي ما هو، والله العظيم بتفريز بمنتهى السهوله. وان شاء الله برضو الفيديوهات الجايه هوريكم الفاصوليا اللي انا مفرزاها عامله ازاي، القرنبيط، السبانخ، كل دوت هتلاقوه زي اكنه لسه طازه بالظبط. وده بقى طبق الباميه اللي بصوا، يا وعدي يا وعدي بجد كنت عامله دقيقه باميه امبارح تستاهل بقه، بس الصراحه ما صورتش الفيديو، بس الفيديو الجاي هصوره معاكم. بس ده ما شاء الله ما شاء الله زي العسل. والعيش اهو المحمص طلعته، احنا بنحب العيش المحمص قوي مع الباميه والملوخيه. وغرفت الرز بتاعي والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. ربنا يا رب يديم نعمته وكرمه وفضله علينا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى ال بيتك الكريم. اللهم بارك يا رب، اللهم زيد النعمه يا رب، يا رب يزيد النعمه ويحسن ما بين ايدينا جميعا. العيش بتاعي اتحمص، حمصته في الفرن. غرفت طبق الرز الابيض بتاعي، الملوخيه كده بتطشه اللي تجنن. انا ما عملتش طشه الملوخيه لان انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده. دي الملوخيه اللي انا مفرزيناها، هتشوفوها في الفيديوهات الجايه او الفيديو الجاي بالكتير. وما تنسونيش بقى لو الفيديو عجبكم بلايك والشير والسبسكرايب للقناه. انا معاكم ايمان ابو هيبه، ما تنسونيش بقى بلايك حلو وكومنت حلو. هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. استودعكم الله، مع السلامه.